السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن تعيين الفنانة المغربية لطيفة أحرار مديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي عضوا بمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقويم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي. ويأتي هذا التعيين بناء على أحكام القانون رقم 80 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقويم وضمان جودة التعليم العالي ومقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 22 من يونيو لعام 2016، والذي يعني بتنظيم معايير تقويم وضمان جودة المؤسسات التعليمية. ومن المقرر أن يستمر هذا التعيين للفنانة المغربية لطيفة أحرار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يتم المصادقة عليه من قبل رئيس الحكومة المغربية.